بس برضو في شباب كتير بتصحى من النوم تلاقي نفسها اللي هي تعبانة نفسيا من غير سبب او بسبب. انا في حل جبته للمشكلة دي وان شاء الله ينفع مع اغلبية الشباب. الحل اللي هو عبارة عن ايه؟ بانك انت تشغل نفسك، وبمعنى صح تشغل عقلك بأي حاجة في اليوم ده، في اليوم اللي انت تعبان فيه نفسيا اذا كان بسبب او من غير سبب. تشغل عقلك وتشغل نفسك، وتبعد عن السوشيال ميديا وعن الشاشات وعن الاغاني وعن المسلسلات، علشان الحاجات دي كلها دي بتزود وجعك اكتر مرتين تلاتة. انت بدل ما تجيب دواء تعالج بيه وجعك، لا انت بتجيب ملح تحط على وجعك، فده بيزيد الالم مرتين تلاتة وده هيتعبك اكتر بالتالي. فانت لازما بانك انت تشغل عقلك وتشغل يومك. انزل اتمشى شوية، اقعد مع صحابك، اعمل حاجة جديدة، اعمل اي حاجة تشغل فيها يومك بمعنى صح، علشان تحاول بانك انت ما تنزلش او يعني ما تنزلش في التعب. دي حاجة او تحاول بانك انت تتحسن. اذا كنت انت معرفتش تتحسن يبقى انت ما تنزلش في التعب. ولو لقيت ان الحل ده مش نافع معاك فيا ريت تشوف متخصص في المشكلة دي بالذات، ساعتها ممكن يفيدك اكتر مني بكتير يعني. او ومش عيب، او مش عيب ولا حرام ولا غلط بانك انت مثلا تشوف متخصص او تشوف دكتور في المشكلة دي. طول ما انت عندك مشكلة لازم أن تعالجها، ولو انت ما عالجتهاش مين اللي هيعالجها؟ مين اللي هيخاف على نفسك اكتر منك؟ مين؟ مفيش حد هيخاف عليك غير نفسك. فانت لازم تخاف على نفسك وتعالج المشكلة اول باول.